السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تاريخنا في كل مكان، إن شاء الله تكونوا بخير يا حبايب قلبي. النهارده معانا هنكمل سلسلة إيه؟ سلسلة حل محافظات تالتة إعدادي. نركز مع بعض. النهارده هنتكلم عن تاني محافظة، ماشي؟ وهي محافظة إيه؟ محافظة طبعا الجيزة. فالناس تركز معايا قوي، وكوباية الشاي الحلوة بتاعتك، وتعالى نخلص المحافظة كلها في نص ساعة، ولو في تريكات كده تخلي جنبك كشكول نكتبها سوا. جميل جميل. اولا بس كده تعمل لايك، ماشي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتصلي على النبي، ويلا نبدا. بص يا عم، عندك يتشابه، بيقول لك السؤال الاول اهو، بما تفسر يتشابه الاقليم المداري الحار مع الاقليم الموسمي. الحر مع الموسمي الاثنين بيتشابهوا في ايه؟ بص يا عم، المفروض السؤال ده يجي دليل اصلا. جميل. المداري الحار بنقول عليه اسمه اصلا سوداني، وده توأم ده. حلو. وده اصلا المفروض في الشرح. ليه؟ اولا كده ان الاثنين كلاهما اقاليم حاره، ده رقم واحد. رقم اتنين، من حيث الخصائص المناخيه اللي هي الحراره والايه والامطار، نغير اللون. الحراره مرتفعه صيفا، وامطار برضو صيفيه. حلو. طب بالنسبه للخصائص، تعالى كده، خصائص نباتيه اللي هي الحشائش والغابات. الخصائص النباتيه ان الاتنين بينمو فيهم حشائش الايه؟ حشائش السافانا اللي هي الحشائش الايه؟ الحار. سؤال حلو على فكره، وفي فكره حلوه. ده تاني سؤال، ماشي، زي السؤال بتاع محافظه القاهره. ركز بقى معايا. تسببت الزياده السكانيه، حلو، مشكلات عديده لمعظم دول قاره اسيا. والله قلنا لحد الان ثلاث مرات في المحافظات. ركز بقى معايا. اول حاجه نقص الغذاء، انخفاض الدخل القومي، وطالما الفلوس مش كتير يبقى انخفاض مستوى المعيشة. السؤال الثالث، لا توجد سلالة بشرية أكثر ذكاء أو إبداع من سلالة أخرى. طبعا ليه؟ لأن تقسيم السلالات قائم على الشكل الخارجي، على أسس ظاهرية، أنف، شفاه، شعر، لون بس، لكن مش أسس جوهرية. يبقى تاني يا جماعة، تقسيم السلالات على أساس شكلي وظاهري، ليست على أسس جوهرية. فعشان كده مفيش حد نقول عليه أكتر أو نقول سلالة أكثر إبداعا من سلالة أخرى، أو سلالة أشطر من سلالة أخرى. ركز بقى معايا. تؤثر الكوارث الطبيعية في عدد سكان العالم؟ بالطبع الكوارث الطبيعية، لأن بص، الكوارث زي الجفاف والزلازل والفيضانات تؤثر في يا أولاد زيادة نسبة الوفيات. دي من العوامل المؤثرة على نسبة يا أولاد الوفيات. جميل. خش على اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده جايب لك رسمه محترمه، بيقول لك ايه فيها؟ بيقول لك رسم بياني يوضح السلالات او توزيع السلالات، ماشي، او نسب السلالات. النص طبعا احنا متفقين ان النص ده سلاله قوقازيه، وال40 ده سلاله مغوليه، وال10 ده سلاله زنجيه. جميل. بيقول لك حدد السلاله التي تمثل نصف سكان العالم. طبعا هي السلاله القوقازيه اللي منتشره في برضو عندك القارات. جميل. ما العلاقه بقى بين عدد الاطباء والرعايه ما العلاقه بين عدد الاطباء والرعايه الطبيه؟ بص يا عم، قال لك ان كل ما زاد عدد الاطباء في دوله بالنسبه لعدد السكان
زادت الرعاية الصحية أو الطبية. يبقى هنا علاقة إيه؟ علاقة طردية بالظبط. بيقول لك في دول عبارة أجب تؤثر مظاهر السطح المتنوعة في توزيع السكان. إن مظاهر السطح لها دور كبير جدا في توزيع مين يا ولاد؟ السكان. جميل. أثبت صحة العبارة التالية: تؤثر الغابات الاستوائية على الكثافة السكانية مع ذكر أمثلة. مع ذكر أمثلة. بص كده معايا بالراحة. تعالى بقى أول سؤال. بيقول لك لو سواحل إفريقيا تتمتع بمميزات سواحل قارة أوروبا. هي سواحل أوروبا يا ولاد كانت تتميز بالإيه؟ بالاتساع والتعرج. ده أدى إلى إيه؟ إنشاء الموانئ الطبيعية في قارة أوروبا. فده هنطبقه على مين؟ هنطبقه على سواحل أفريقيا. فهنقول إيه بقى؟ سهولة أهو إنشاء الموانئ الطبيعية. أثبت صحة العبارة. بيقول لك إن الغابات الاستوائية بتأثر على الكثافة السكانية. هي يا أولاد لو الغابات موجودة حد يحب يعيش في غابات؟ لأ، فبيقل الإيه؟ يقل عدد السكان. فهنقول إيه بقى يا أولاد؟ إن يقل السكان بسبب الغابات الاستوائية الكثيفة. زي ايه؟ قال لك زي حوض الكونغو. فين؟ في افريقيا. وحوض الامازون في امريكا الجنوبيه. دول غابات ايه يا اولاد؟ غابات استوائيه. هنا بفعل ايه؟ بفعل النبات الطبيعي. عشان ممكن ما يجيبش غابات استوائيه، يقول لك النبات الطبيعي. تركز معايا في النقطه دي. وعندك برضو شمال استراليا عندك غابات موسميه. ما تنسيش الحاجات دي. جميل. بص يا عم، نبدا بعد كده. خد لك 5 كده. 5 ايه؟ 5 كتير. خد لك دقيقه واحده بس، وبعد كده ننتقل على ايه؟ ننتقل على التاريخ. بص يا عم، ظاهر العمر. مين بقى؟ بيقول لك اذكر عمل تاريخي لكل شخصيه. ظاهر العمر. مين ظاهر العمر ده؟ قال لك حاكم جنوب الشام. ايوه افتكر. يبقى حاكم جنوب الشام اللي اتفق مع مين؟ اتفق مع علي بك الكبير ضد الدولة العثمانية. جميل. مستر كيف. مين ده بقى يا اولاد؟ قال لك ده موظف كفء، موظف شاطر، ارسلته بريطانيا بناء على طلب مين؟ على طلب اسماعيل. ليه؟ عشان يساعد في حل الأزمة المالية. بعد كده عبد الله النديم ده خطيب الثورة العرابية ولم يعتقل. ما عرفتش الحكومة المصرية تقبض عليه يعني. ماشي؟ نسمع. معايا دلوقتي يا اولاد صورة لشخصية تاريخية عندك في المنهج. مين ده يا اولاد؟ النحاس، مصطفى النحاس. السؤال الاول بيقول لك ايه؟ وضح الدور الذي لعبه صاحب الصورة في معاهدة 36. بص يا عم، قال لك ده اللي قاد المفاوضات مع بريطانيا اللي انتهت طبعا بايه؟ بتوقيع معاهدة 1936. بيقول لك ان حققت معاهدة 36 بعض المكاسب لمصر. اذكر 2 منها. بص يا عم، اول مكسب انتهاء احتلال مصر عسكري. جميل. بس بص بشرط مع بقاء قوات في منطقة قناة السويس. 2 عندك إلغاء الامتيازات الأجنبية وفقا لمؤتمر اسمه مؤتمر مونترو 1937.
في واحده كمان ثالثه اللي هو ايه؟ اللي هو يا باشا عندك ممكن تقول له دخول مصر عصبة الأمم باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة. جميل. طب السؤال الثالث بيقول لك لإلغاء المعاهدة، لما مصطفى النحاس لغى المعاهدة كان له نتائج مؤثرة على كفاح ونضال الشعب المصري. رقم واحد ممكن نقول ايه؟ خلاص أترك للشعب، بقى عنده حرية النضال المسلح في منطقة القناة، يعني يستخدم السلاح عادي الشعب في ايه؟ في منطقة القناة اللي فيها الاحتلال الإنجليزي. فهاجم الفدائيين معسكرات بريطانيا. السؤال الثاني او النقطة الثانية، عمدت يعني اعتمدت او اصرت الحكومة زيادة افراد الشرطة. ليه؟ لمساعدة الفدائيين. نخش بعد كده على السؤال اللي بعده. دلل تاريخيا. اتسمت الحياة الفكرية والثقافية في مصر بالجمود والتخلف خلال الحكم العثماني. بسبب ايه بقى؟ رقم واحد قال لك عدم الاهتمام بالعلوم العقلية. بالإضافة لإيه؟ بالإضافة عندك يا حبيب قلبي لحاجة اسمها الاهتمام بالعلوم الشرعية فقط. تدهور الحياة الأدبية، بالإضافة إلى انتشار الجهل والشعوذة، تخلف يعني. اهتم محمد علي بالنقل والمواصلات في مصر. أول حاجة بناء أسطولين، واحد في البحر الأحمر واحد في البحر المتوسط، بالإضافة لتطهير البحر الأحمر من القراصنة وتمهيد الطرق البرية والبحرية. نكمل. بص يا حبايب قلبي كده، هنتكلم هنا عن سؤال اختر الإجابة الصحيحة. تحطم الأسطول المملوكي 1509. أسطول يبقى عايز معركة بحرية. ريدانية كانت مماليك ضد عثمانيين. جلديران عثمانيين ضد صفويين. ديول بحرية مماليك ضد البرتغاليين. وتحطم فيها الأسطول المملوكي، وده كان سبب من أسباب تدهور الأحوال الاقتصادية للمماليك. جميل. أبيقير البحرية تحطم فيها الأسطول الفرنسي مش المملوكي. وعندك معركة اسمها معركة نافارين 1827 اللي خاضها محمد علي في اليونان. جميل. وفيها تحطم الأسطول المصري. يبقى أنت عندك 3 تحطم أسطول. جميل. وجه اهالي اسكندريه الحمله، او وجه اهالي اسكندريه الحمله الفرنسيه بقياده او بزعامه مين؟ حاكمها. مين يا اولاد؟ محمد كريم. جميل. عندك ارسلت طمان بيضاء في الريدانيه. خورشيد ده اللي اتعين، وبعد كده اتعين مين مكانه؟ محمد علي. محمد بيك ابو الدهب ده اللي خان مين؟ محمد او علي بيك الكبير. حلو. ارسلت انجلترا حمله عسكريه 1807 لاحتلال مصر على خلع محمد علي بقياده مين؟ فريزر. نيلسون ده كان قائد الاسطول الفرنسي او الانجليزي اللي غلب الاسطول الفرنسي في ابيقير البحريه. كيف ده؟ بريطانيا بعتته علشان ايه؟ بريطانيا بعتته علشان يحل الازمه الماليه. كيرزون ده اللي قاد المفاوضات ماشي مع عدلي. ماشي. انحصرت سلطته في التصديق على قرارات سلطات الاحتلال. مين؟ يعني هو بيصدق بس، هو مجرد سلطة شكلية. كان مين؟ الخديوي. خش بعد كده. حدد صحة أو خطأ العبارة مع ذكر السبب في الحالتين برضه. اهتم سعيد باشا بإصلاح أحوال الفلاحين. الإجابة صحيحة.
جميل. ليه؟ لأنه أصدر اللائحة الأساسية اللي كان بموجبها حق الفلاح في توريث الأرض الزراعية. ما النتائج التي ترتبت على معركة نافارين 1827؟ دي كانت في اليونان طبعا. تحطم الأسطول المصري. اهتم الخديوي اسماعيل بالزراعة والري. زادت مساحة الأراضي الزراعية وعمل ترعة الإبراهيمية، واهتم القناطر الخيرية، أو اهتم بالقناطر عموما على النيل. القناطر الخيرية اللي عملها مين؟ جده محمد علي. نيجي للخريطة اللي عندنا. هي الخريطة خريطة لذيذة اهي، نسمع مع بعض. اولا دي خريطه لقاره مين يا اولاد؟ خريطه لقاره اوروبا. رقم 1 بيقول لك دي جبال ايه؟ دي جبال طبعا القلب الديناريه في شبه جزيره البلقان. لو كان جاب لك الجبال هنا كده في المنطقه دي تقول له جبال البرانس. لو جاب لك جبال فوق هنا كده قال لك دي جبال ايه؟ قول له جبال اسكندناوه. جبال اسكندناوه. حلو. تعالى بقى كمل معايا. 2 سهل فيضي، سهل الأوروبي العظيم. 3 إقليم مناخي. إيه هو الإقليم المناخي؟ الإقليم الموجود في جزر بريطانيا أو في غرب أوروبا هو إقليم غرب أوروبا طبعا. إقليم غرب أوروبا. اختر الإجابة. يشير رقم نقط في الخريطة إلى نهر. بص يا عم، رقم 4 ده يشير إلى نهر يا أولاد؟ نهر الفولجا، أطول أنهار أوروبا الذي يصب في بحر قزوين. فبنقول إن على نهر الفولجا ده نهر عابر للقارات لأنه موجود في قارة أوروبا وبيصب في قارة مين؟ آسيا. المعلومة دي مهمة وسجلها عندك. حلو. اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام العبارة مع ذكر السبب. تعتبر حشائش السافانا حديقة حيوان طبيعية؟ بالطبع، لأن فيها حيوانات، مش أنت لأ، حيوانات آكلة العشب وآكلة اللحوم. ما المقصود بقى بحوض النهر؟ هو الأراضي التي يجري فيها النهر وروافده. ما المقصود بالتعداد السكاني؟ هو إجراء دوري بيتعمل على طول. ماشي، نسمع مع بعض. تقوم به الدول كل 5 أو 10 سنوات، وبنستخدم فيه حاجة اسمها التقديرات. ويبقى عندنا كده المحافظة الثانية محافظة الجيزة، قلنا فيها كل حاجة والحمد لله. الحمد لله خلصناها على خير. نستناكم في محافظة جديدة إن شاء الله. سلام.